ازاي ابيع لك الوهم في 5 دقايق؟ طب بما انك دخلت على الفيديو فعايز اقول لك مبروك. واضح انك عايز تفهم انا هعمل ايه. طبعا انا عارف انك شخص عنده احلام، نفسك تحقق اهدافك وشغفك والكلام الجميل ده كله، بس للاسف ايه بقى اللي بيعطلك؟ انك للاسف كل ما بتكبر سنا بتبدأ تحس اللي هو الأحلام اللي في دماغك دي اوتوماتيك كده على طول بيبدأ يقل شغفها تدريجيا. وده معظم الشباب انه لما بيكبر بيتهيأ له انه كبر، فالأحلام لا لازم يقلل التوقعات شوية. طب تفتكر التفكير ده بيجينا ليه؟ انا يا سيدي شاب بيحب المخاطرة شوية. قررت ما اضيعش وقتي في التخطيط والتفكير كتير. خططت يوم والتاني التالت كنت بنفذ، حتى لو عارف انها غلط بحب اجرب. يعني انا بحب المغامرة من الاخر. بس يا برنس الفرق بيني وبينك بقى ايه؟ ان اول مطب في ان انت نفسك تحقق تارجت معين او جول معين او هدف معين، اول خبطة بتاخدها في وشك اهلنا. اهلي واهلك للاسف متعودين ومتسيستمين على نظام قديم وعايزينه يفضل ماشي لأطول فترة ممكنة، وده للأسف غلط. لأن احنا عارفين إن الدنيا دايما بتتطور والتكنولوجيا كل مرة على التانية بتتحدث، فما ينفعش نعيش بتفكير قديم وننسى اللي جاي. كده انت حرفيا هتروح في داهية. ولو قعدت تقولي اصل لو انا ما عملتش كده هبقى عاق او هبقى عيل بس مش حلو او الكلام الكتير ده، فمش بقولك روحوا قول لهم بقول لكم ايه. خدها بحكمة. قول لهم ماشي مفيش مشاكل واسمع كلامهم واعمل اللي انت عايزه في الاخر. لان انت كده كده مش بتعمل حاجة حرام، انت بتعمل حاجة هتفيدك وهتفيدهم، بس هما مش شايفينها دلوقتي. فالحكمة هنا انك تتصرف بذكاء في الحتة الصح. هتلاقيهم دايما يقول لك كلام من النوع اللي هو يا ابني انت عايش في وهم، كل دول بيبيعوا لك الوهم، السوشيال ميديا دي هتوديك في داهية، مش هتعمل اللي انت عايزه في الاخر. وبيفضلوا يقول لك كلام محبط علشان هم متخيلين ان هم كده بينفعوك. ولو جيت سألتهم، وده بقى اكبر الكوارث، لو جيت سألتهم طب يا جدعان امال الناس دي فعلا بتعمل فلوس ازاي؟ يعني ازاي؟ طيب ما هم بيشاركونا الحاجات دي، ازاي هما بيعملوا فلوس بقى وبيسافروا وبيطيروا وبيتفسحوا وكل الكلام ده؟ معلش كان بس اشرب بس البق ده. تحفة. اول كلمة تسمعها منهم دول ده حظ، هما محظوظين. مش اي حد نصيب بيجيبوها دايما بقى في النصيب. كل شيء اسمه يا جماعه، احنا عارفين والله ان كل شيء اسمه نصيب، بس الفكره ان هما بيقولك ايه، بيفتكر ان الحظ شبه الموقف اللي انت شايفه ده، نايم ومفخد وجت مطرت عليه الفلوس عشان هو محظوظ، هو مكتوب له كده. اللي هو يعني انت شفتني انا مكتوب لي ايه وهو مكتوب له ايه مثلا عند ربنا؟ لا هو مكتوب له. طب واحنا لا انت مش مكتوب لك، انت مكتوب لك الحاجه اللي احنا عايزينها. فطبعا دي للاسف اكبر كارثه بنواجهها بيننا وبين اهلنا. حتى انا والدي ووالدتي نفس القصه تمام. يعني لما بيعرفوا بيشوفوني بعمل فيديوهات يوتيوب او شغال مثلا ان انا شغال مثلا انا كجرافيك ديزاينر، انت مش هتفوق من الوهم اللي انت عايش فيه ده. حتى فكره الفيديو ده نفسه، يعني انا كنت لقيت نفسي عدى اسبوعين كاملين ما عملتش فيديو، فقلت لا يا جدعان بقى لازم نعمل فيديو. فقلت طب اعمل فيديو فكرته ايه؟ فرحت سالت اختي، رحت قلت لها بقول لك ايه، انا عايز اعمل فكره فيديو، تفتكري اعمل فكره فيديو ايه؟ بكل بساطه قالت لي معرفش. فقلت خلاص هروح لامي ست الكل، بقول لك يا ماما عايز اعمل فكره فيديو. اول جمله سمعتها ودي بقى اللي انا بقيت على الفيديو: هو انت يا ابني مش هتبطل الوهم اللي انت فيه ده؟ لا وكمان عايز توهم ناس تانية وتبيع لهم الوهم. فاول ما سمعت على طول بقى الفكرة اللي هو ايه ده، ايه الفكرة العبقرية دي، على طول لازم اعمل فكرة الفيديو دي، ما ينفعش اسكت. فبجد شكرا ليك يا ماما، بجد لو انت شايفة الفيديو تمام، مش عارفة هتشوفه ولا لا، بس يا ماما لو انت شفتيه فشكرا ليكي جدا. وزي ما بقول لكم يا جماعة كده، دايما امشي، مالكش دعوه، امشي في احلامك. ما فيش حاجه اسمها اصل انا كبرت فالتخيلات ديت، لا 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 لا، لازم فعلا امشي زي ما هم قالوا لي وامشي بقى خلاص بقى وهو بقى ده اللي مكتوب زي ما هم بيقولوا الكلام ده. لا يا اسطى، احلم وهتلاقي فعلا الحلم اللي انت فعلا عايزه. بس انت بس اتعب، ما تقلقش، اتعب بس في الحته الصح في الحته بتاعتك، ما تفضلش قاعد مفخد، اتعب بجد وهتلاقي وربنا. سيبك من الكلام اللي هو ده وهم، ده مش عارف ايه، ده بيوهموك، ده لا، ما تركزش خالص في الكلام ده كله. امشي وهتغلط وهتجرب وهتغلط وهتقع وهتقوم تاني، ما تزهقش.
انا اللي بقول لك ما تزهقش، لان انت للاسف لما تشتغل على حاجه انت بتحبها هتستحمل قرفها، عن ان انت لو اشتغلت على حاجه انت مش بتحبها عمرك ما هتشتغل فيها بذكاء ولا عمرك هتنجح فيها. اكتب لي في الكومنتات تحت هل انت فعلا بتمر بالمرحله دي ولا لا، ولو بتمر بايه وكده، يعني يشجينا كده في التعليقات. بس كده يا سيدي، باذن الله طبعا لما ابقى مشهور بقى يا عم وابقى اعدي 100,000 200,000 مشترك، مش عارف صح يعني، ده اذا عشنا تمام. يا ريت تكتبوا في الكومنتات كده، شايفه يا امي ادي وصل اهوت وفي الاخر الوهم ده نفعه. بس كده يا سيدي، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل بقى لايك بقى وشير وسبسكرايب بقى والحاجات الحلوه ديت. وزي ما بقول في كل حلقه، فكر صح واعقلها وخلي تفكيرك عالي. اشوفكم الحلقه الجايه.